الحراك اللي ساير توا في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، للأسف تابع ولاية سيدي بوزيد، هو حراك اجتماعي تبناه الاتحاد، ووقفت معه كل الهياكل النقابية، وقفت معه كل الأحزاب، ووقفت معه كل الشرائح من المجتمع المدني، من الجمعيات إلى غير ذلك، من الاتحادات أيضا. هذا الحراك سلمي بطبعه، حاولوا يشيطوه، مطالبهم مشروعة، طلب تشغيل، لأنه التشغيل هو الأساس اللي تبنت عليه ثورة الكرامة. شغل حرية كرامة وطنية، الشغل ما ثماش، الحرية خدينا منها هامش، الهامش الباقي قاعدين يمارسوا فيها علينا بالمطراق، هذه حاجة. والكرامة وين تشوفها الكرامة؟ إذا كان معناها الأعوان الأمن يدوروا علينا البارح بعد الماتش، حتى الماتش مازال ما كملش، يدوروا علينا بالظلات ويقولوا لنا أيا ويك مخرجوا، هذا ما عادش فيها حرية، ما عادش فيها كرامة. هنا كي نجوا نقولوا نحكوا بلغة ولاد عزيز، ولاد عزيز يقول لك، وهي مقولة بيت شعر طرف من العبد، إذا بلغ الفطام لنا صبيا يخروا له الجبابرة ساجدين. نحن ما نحبوش الصغير نتاعنا يوقف قدام ممثل السلطة يقولوا لا للإرهاب. إرهاب دولة تمارس علينا نحن، هذه الشغل اللي نحبوا عليه، هذه الكرامة بعد معناها باش يرسخوها لنا في البلاد. عندنا المطالب نتاعنا مجموعة هرمنا، عندنا مجموعة كبيرة، كي نقول لك هرمنا 16 و15 و17 سنة بطارة مش سهلة. عبد الحليم حمدي هذاك معناها صاحبي معناها قبل ما يكون معناها من الحراك هذا متخرج من عام 2000 ناخذ الباك عام 94، انا صاحبه متخرج معاه ونخدم وعندي 19 سنه. الراجل ما تحبوش يتحرك، ما تحبوش، نهار اللي طالب بشغل وطالب حقه في التشغيل ياخذ من الضرب على الزلات على يديه. عبد الحليم وقت اللي مشى للوالي يقول له انت قداش عمرك؟ قال له 42 سنه. قال له انت عالة على الكاسه. اذا كانت السلطه هي تمارس في الارهاب نتاعها كيما هكا، اذا كانت السلطه ما تحبش توصل الصوت نتاع السيد هذا اللي وصل عمره 43 سنه مازال ما حققش ادنى مقومات الحياه الكريمه، كيفاش تحبوا تتعامل معاه؟ يتعامل مع الهجمه البوليسيه اللي جات البارح. احكي لي على الهجمه البوليسيه اللي تعرض لها الشباب البارح. نعطيك على الحراك كيما سالت المده اللي فاتت الكروموجين معناها ضربه في البلايص كل. البارح هذا كنت شاهد عيان قاعدين نتفرجوا في الماتش نتاع تونس. الماتش قبل يوفى بخمسة دقائق، الشباب باعتبار تونس منهزمه خرجوا قبل ما يوفى الماتش، مازالوا الاولاد ما همشوش ميم با يمكن 50 متر، وانا مازلت قاعد نتفرج على الكره، نشوف البرا نشوف الكهرباء جد تجري من غادي والصوت نتاعها، وبدو هذه الكلمات اللي سمعتهم يقولوا ما بديناش اللعبه تو هذا انا ناس انا شاري شبوه. سمعت اللي ثم حتى استفزاز يعني من الامن في سب، يعني يسب في اخته، يسب له في الشهادات هذه. حكيت الشهاده اللي سمعت انا بودي السيد اللي قال قدامي قالها ما ينبدوش اللعبه تو، اي ويك ما ينبدوها تو. كلمني صاحبي من بعد قال لي راهو قالوا اكثر من هكاك، حلينا الموسيقى وثم مجموعه شادين معناها مشروبات كحوليه في داخل الباقه، وقالوا كلام معناها ما نحكيش، معناها كلام ما يتقالش وما يتقالش في بلاد اللي هنا خارجه ما شاء الله من الثوار. اذا كان معناها شباب نتاع 2017 اللي هو معناها تلامذه نتاع 2017 نتاع 2010، اذا كان معناها الحده اللي شافوها فيهم معناها يتوقعوا اسوء من ذلك. هذاك علاش نحن اتصلنا بالمسؤولين كاملين، راهو التعامل الامني مع في البلاد هذا راهو ما عنده وين يوصل، يوتر الاجواء وماهوش باش يحل اي مشكله. باهي يعني ثماش معناها تجاوزات في الحراك هذا كيما مثال الشباب البارح تعهدوا الاولاد على اساس انهم ماهوش باش يعملوا حتى شيء. على اساس شنو؟ على اساس ان عندنا حاله وفاه عم مرعي الله يرحمه، وعندنا حالات نتاع اختناق. عندي الوالد ازماتيك، ديجا مشيت حتى عديت عليه في صفاقي وزيد وخديت مع سيرتيفيكا واتفقنا مع الاداره مركز الشرطه هنا، قلت لهم راهي الوضعيه تال انا عندي شهر ملي تلمت امي، قلت لهم مانيش مستعد باش ندفن الوالد، وراي في الحاله هذه اللي نقابلني راني نعمل. قالوا لي سيدي بحول الله ما يصير حتى شيء. اتفقت الاولاد على اساس انه ماهوش باش تكمل الماتش الناس تروح، الاولاد مازالوا ما روحوش، هما عرضوهم بالمطرات عرضوهم بالكروموجين، ايش تحبهم يعملوا؟ كيفاش تحبهم يتصرفوا؟ اي لهنا معناها انت حليت على روحك باب. تو احنا قاعدين نشوفوا يعني في وسائل الاعلام ووسائل الاعلام الوطنيه تحكي على التخريب وتكسير معناها للمؤسسات العموميه. نخرج انا وياك مؤسسه كي تلقى حجره مطبوعه في بلار انا اللي ضربتها، كي تلقى حيط مضروب بحجره انا اللي عملت الشيء هذاك، والله ما صار شيء. وجت نسمع وصورت معانا في قاعه المرقوم وعملنا دوره في المكنسي كامل، ما سارتش قد ما سارت الاحتجاجات. واذا كان عندهم معناها حبوا الاولاد معناها عندهم نيه انه باش يحرقوا المركز نقابلهم في النهار، كانوا ينجموا يحرقوه يعملوا اللي يحبوا عليه، واذا كانوا حبوا يحرقوه في الليل يحرقوه ينجموا يوصلوا لغايه. لكن الاولاد عمرهم ما كانوا يخربوا، عمرهم ما كانوا دعاة للفوضى. الناس طلبت بحقها. يا خويا اجي اسمعني،
يا خويا اذا كان الحل نتاعي في شركه فوسفات قفصه وشركه فوسفات قفصه قاعده تمطل فيا، يا خويا سايبني، عندي السلطه المركزيه معايا، عندي وزاره الطاقه المناجم تتعامل معايا. اذا كان مشكلتي انا مع والي يحكي مع اولاد يحكي يقول راهو المكنسي حد معناها تراب حدود الولايات حد الرميليه، المكنسي ما تعنيشو. اذا كان في الحاله هذه طلبنا نحن طلبنا من المجلس الوزاري ضمن وزير التشغيل وزير الطاقه والمناجم معني بس مساله فوسفات قفصه، حشدنا وزير الوظيفه العموميه وزير الشؤون الاجتماعيه. يا خويا هالوزاره هذه يجي سيدي اعمل مجلس وزاري على سيدي بوزيد، ولكن ثم حيز من النقاش لازم يكون على سيدي بوزيد على المكنسي علاش؟ علاش الثروه الوطنيه اللي هي الفوسفات، الثروه الوطنيه راهي المداخيل نتاعها راهي مش تمشي على المكنسي فقط، هي باش تتوزع للمجموعه العامه، هي معناها باش تكون تسديد القروض الموجوده عندنا، معناها تسديد معناها باش تبني معناها تكون معناها تهيئه للبنى التحتيه في تونس كامله، راهو ماهوش مشروع معناها متسمي للمكنسي فقط، ماهوش باش يخدموا فيه كانوا ولايه مكنسي، المشروع الولايات قفصه حارت في المجموعه نتاع عميان، في حين انه اكثر من الثلثين اللي دخلوا من بعد الثوره في فوسفات قفصه معناها زايدين لانه المشروع كان يخدم بالربع اللي كان موجود لنا، حاروا في 100 دخلوا 100 نحوا 100 زادوا 15 نحوا 15، مكتب دراسات يقول راهي سيء مازالت ما خدمتش خدمتي، الولايه يقول لك لا راهي خدمت خدمته، ينحوا ويزيدوا. اذا كان المشروع هذا باش نشوفوا النور لانه قاعد يلعبوا بين الشركه بين الولايه، يا خويا عندنا السلطه، الشركه عمرها ما كانت دوله في الدوله، والسلطه اللي عندنا هنا اللي هي متمثله في السيد الوالي وما تابعه ماهيش سلطه، اعطينا سيدي اعطينا الوزراء نتاعنا، اجي الوزراء اجي سيدي تجونا لهنا نمشيكم غادي تجونا للولايه ما عندناش حتى مشكله، لكن الاطراف اللي كان سبب في ما تلزمناش ونحن بلاد حبينا وكرهنا ترابنا سخون وشيء اثبتوا الناس اللي تعاملت معنا بالمطراق يسهلوا منصف العجيمي في حوار قالوا في قناه الحوار التونسيه سابقا ايش قال من الثوره الصحيحه سارت في المكنسي، الثوره الصحيحه سارت في المكنسي، عيت في المكنسي لهنا 2000 عون امن، عيت الكيران مسكره المداخل نتاع المكنسي كامله موجود الشطر الاخر غادي بحذا اللاكار، وبهذا الكل هالممارسه اللي يمارسوها الكل في الاخر سلموا علاش؟ لان كنا طلاب حق، وكل من يشوه الحراك الاجتماعي اللي يقول راهم جماعه مخربين عمرهم ما كانوا مخربين، يقولوا كيفاش انا يتحركوا على الحكومه هذه، الحكومه الفاشله شنو ما قالها ناس ثور عليها، كيف ما ثرنا على حكومه زين العابدين بن علي في 2010 كيف ما تنظروا على اي حكومه فاشله ما تعطيناش حقها وما تحققش المطالب نتاعنا اللي هي البوق نتاعها اللي هو شغل حريه كرامه وطنيه، هذا كله شفنا منه حتى شيء. الله يعطيك الصحه.